مساء القرمشة والخرتشة. شوفوا 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 ما شاء الله، شوفوا الجمال، يدوخ يدوخ من الآخر. اليوم إن شاء الله بنسوي مع بعض أطيب وألذ سمبوسة. بنسويها بجبن المراعي، جبنة فيتا اللذيذة والشهية والصحية، وتعتبر مصدر غني بالبروتين والكالسيوم، مفيدة في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة. وهذه عندي الجبن الموزاريلا، بحط منها كمية. هذا النوع من الجبن مستخلص من حليب الأبقار 100%. نفتح الكيس، بإمكانكم تحطون نص الكمية وتحتفظون بالباقي بالفريزر. بالنسبة لي أنا حطيت نص الكمية وزودت شوي عليها لأني أحب كثرة الجبن. هي طبعا 450 جرام الوزن، وزن الجبن، زودتها شوي. وهنا عندي نعناع يابس، حطيت منه ملعقة. ممكن تحطون نعناع فريش أو نعناع يابس اللي متوفر عادي. وهذا بالنسبة للحبة السوداء حطينا ملعقتين. وهذا عندي السماق الفلسطيني اللذيذ، بيضيف نكهة رائعة للسمبوسة. وأبدأ أخلطهم مع بعض. طبعا يحتاجون شوية وقت، ممكن تقدرون يعني تخلطون باليد، أكيد باستخدام الجلوفز علشان لا تحوس يدينكم. بالنسبة لهذه الجبن أو هذه الحشوة سهلة وسريعة، ولا تحتاج طبخ ولا تحتاج وقت، وبسرعة كذا تجهزونها. وصلنا لهذا الشكل الكريمي الشهي والناعم. ونبدأ نجيب صحن كبير ونجيب عجينة السمبوسة. هذه العجينة بالنسبة لي مفضلة، اسمها عجينة غوار، وممكن أي نوع أنتوا تفضلونه، ما في أي مشكلة. ونطلع العجينة بالراحة ونحطها على الصينية، وبعدها نفردها ونجيب شوية حشوة. يعني يفضل أن الملعقة تكون ممتلئة علشان تعطيني طعم غني بالسمبوسة. وأبدأ ألف السمبوسة بهذا الشكل، وأكون زاوية وأضغطها شوي، وأبدأ ألف على الجهة الثانية والجهة الثالثة زي ما انتوا شايفين. أسهل من لف السمبوسة ما في. لازم طبعا حدود السمبوسة تكون مسكرة كويس، نحاول نسكرها تماما. ليش؟ علشان لا تطلع عندي أثناء القلي يا بنوتات. وبعدها نحط العجينة كذا بالجيب ونسكر كويس. وفي ناس تستخدم اللي هو صمغ العجين، عبارة عن طحين وموية وتلزق. أنا بالنسبة لي هذه المرة سكرتها بهذه الطريقة. ونعيد مع بعض بشكل سريع. نجيب العجينة وناخذ ملعقة من الحشوة ونضيفها بهذا الشكل. معليش هي تحوس شوي، بس طعم ما تتوقعون ايش كثر هو طيب ولذيذ ويستاهل التعب. وإن شاء الله بتعيدونها في رمضانات الجاية. الله يعطينا ويعطيكم طولة العمر والصحة والعافية. وهنا سويت إعادة لف السمبوسة علشان البنوتات الشطورات اللي يساعدون ماما يشوفون اللف مرة ثانية ويروحون يسوون عن ماما السمبوسة. وهنا نكون انتهينا من خطوات لف السمبوسة، وبقى علينا بس نحط العجينة في جيب السمبوسة. شايفين ايش كثر هي سهلة وسريعة؟ شوفوا شكلها مرتب، شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. هذا الشكل النهائي لف السمبوسة. شوفوا حبايبي، فرحوا ماما وساعدوها وسووا معها السمبوسة. وهذه عندي العلبة أخزن فيها السمبوسة، طبعا للتبريد، لكن للتثليج ما أحطهم بهذا الشكل، أحطهم كل واحدة جنب الثانية، ما أحطهم على بعض علشان وقت القلي ما يصعب علينا تفكيكهم. كمية الحشوة اللي سويتها كافية لصنع 30 حبة سمبوسة. وهنا بدينا نضيف الزيت. أنا طريقتي أحيانا علشان ما نكثر زيوت نحط شوية زيت. هذه الطريقة تعتبر صحية أكثر، ما نكثر زيت، يعني كأني بشويها شوي بس بزيت خفيف.
والنار طبعا لازم تكون متوسطة. انتبهوا ما تكون النار عالية. عجينة السمبوسة حساسة جدا وتحترق بسرعة، لازم النار تكون متوسطة إلى هادية، والأفضل تكون هادية، هذا الأفضل، لكن إذا مستعجلين تكون متوسطة. واو تجلد جلد. ونبدأ نسكبها بالصحن وتاكلونها وهي حارة علشان تستمتعون في مطة الجبن واللذاذة، وطبعا ما ننسى القرشة. وعلينا وعليكم بالصحة والعافية والطعم، لازم تجربونه جربونا وبالعافية. عافية. حط ماما لايك.